السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طابة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. متابعينا الكرام، نعود مجددا للحديث عن موضوع الغويرة، وبالتوازي مع تصرفات لا مسؤولة، تصرفات متهورة مجددا من صناع القرار في موريتانيا الذين قاموا باستقبال وفد من مرتزقة البوليزاريو، وكأنهم يريدون نفس المصير اللي وصلت له تونس الآن. تونس منذ استقبال مربطوش من طرف البوبرز ديال قيس سعيد وهما غاديين في الخسران منذ استقباله، والكوارث كتنزل على تونس. وضع اقتصادي متردي، الكوارث الاقتصاديه غاديه وكتزاد على تونس، البنك الدولي قطع معاهم العلاقات، ما كاين لا اعانات ماليه، ما كاينش قروض، ما كاينش. حتى الان البوبرز ديال قيس سعيد عاجز حتى على انه يخلص الموظفين ديال الحكومه التونسيه. باش تعرفوا الوضع في تونس فين وصل. راه هادشي منذ استقبال ديال بلبطوش هما غاديين في الحدوره، غاديين نازلين. هذه الطريق ديال الفقاقير. والموريتانيين اذا كنتوا باغيين هاد الطريق، راه بالنسبه الينا في المغرب راه عندنا معاكم خطوه واحده، خطوه واحده قسما بالله علي العظيم نديروها، والمخطط جاهز وموضوع وخططنا عليه من شحال هذه طوال سنوات. كنتظروا فقط القرار السياسي ديال جلاله الملك محمد السادس، وراه سنوات وحنا متساقين فيكم الله، كنتساقين فيكم الله. راه الا درنا هذا المخطط في الغويره اقسم بالله علي العظيم 3 ايام ما تفوتوهاش، الاقتصاد ديالكم غادي يطيح. لانه كما هو معلوم متابعينا الكرام، الاقتصاد الموريتاني يعتمد على ميناء نواديبو. ميناء نواديبو هو اللي كاين في موريتانيا، النشاط الاقتصادي الوحيد اللي كاين في موريتانيا ميناء نواديبو، نشاط اقتصادي وتجاري. هما هذاك هو اللي مطلع اقتصاد موريتانيا الصغيور، كما كنقولوا حنا في الشمال، الاقتصاد الصغيور ديال موريتانيا هذاك الميناء هو اللي مطلعو، هو اللي موقفو على رجليه. راه نجيو وننزلوا المخطط ديالنا اللي اصلا كاين في الغويره، ونقوموا باعمال الغويره ونبنيو فيها ميناء، وبنيو فيها مركب سياحي، وبنيو فيها منطقه تجاريه وصناعيه، وبنيو فيها قاعده عسكريه. راه قسما بالله علي العظيم 3 ايام ما تفوتوهاش، الاقتصاد ديالكم يطيح. ولكن حنا سنوات وحنا متقين فيكم الله. جلاله الملك محمد السادس سنوات وهو متقي فيكم الله، ما باغيش يدير هذا الشيء. راه غادي نديروها، غادي تاكلوها ديال بصح. وداك الكركارات اصلا راه حنا ما محتاجينهاش باش تكونوا في راسكم. راه ميناء الداخله راه كيتبنى، ميناء الداخله راه ماشي غادي نصدروا غير لافريقيا، نصدروا لافريقيا وامريكا الجنوبيه. كما كانت عندنا شي صادرات غادي نشعتلوا بابها في العالم. ولكن نتوما مادام ما باغينش تشوفوا هاد يعني الرحمه اللي دايرينها حنا عليكم، وكتشوفوا طريقه اخرى اللي هي طريق كحله ديال الفقاقير وديال الكبرانات وديال المرتزقات البوليزاريو وبنبطوش وما الى ذلك، الا كنتوا باغيين هاد الطريق فعلا بصحتكم، حنا غادي ننزلوا المخطط ديالنا في الغويره. وديك الساعه ما تجيوش تبكيو علينا، ما تجيوش تقولوا لنا اودي المغرب حقرنا، ما تجيوش تقولوا لنا اودي راه قتلتونا بالجوع، ما تجيوش تقولوا لنا اودي راه فرعتوا لنا او لا دمرتوا لنا الميناء ديال نواديبو. راه دابا الان في كل مره كنتحدثوا على الغويره كتنوضوا تبكيو على ميناء نواديبو. هذه من عندكم نتوما الاعلاميين ديالكم وكذا وكذا وكذا، كل مره كنتحدثوا على الغويره كتنوضوا تبكيو. هادشي مازال ما درنا والو، اما الا حطينا المخطط ديالنا ديك الساعه البكاء غادي يكون على اشده. او دي راه حنا متقين فيكم الله، او دي راه هاد الارض اللي هي موريتانيا راه كانت تابعه للمغرب، ما باغينش ليها الخسران، ما باغيش يشوفوا الناس ما كيموتوا بالجوع، ما باغيش بزاف ديال الحوايج. لكن صناع القرار في موريتانيا الا كانوا باغيين الطريق ديال الكحله ديال الفقاقير سيروا ليها، وديك الساعه ما تلوموا الا ريوسكم. المصير ديالكم غادي يكون اسوأ من مصير تونس، اسوأ من مصير تونس. شي هادشي اللي وقع في تونس غادي يضرب في 10 المرات بالنسبه لموريتانيا. المخطط انا قلت لكم نعاود ناكد لكم، المخطط ديال الغويره كاين وحاضر. راه في اي لحظه قدر جلاله الملك يعطي القرار السياسي ديالو وبدا التنفيذ على ارض الواقع. وما كاينش قوه في العالم، ما كاينش قوه في العالم قادره على انها توقف المغرب من اعمال الغويره، ما كاينش ابدا، حتى شي حد ما غادي يقدر. والا كنتم معولين على الفقاقير والمرتزقات البوليزاريو راه ما عتقوش حتى ريوسهم. النظام الجزائري ما عتقش حتى راسو، الشعب ديالو الجزائريين هما كيتقاتلوا في الطوابير وكيهجموا على شاحنات المواد الغذائيه باش يلقاو ما ياكلوا. واسعار النفط الان هي غاديه وكتنزل، راه وصلت الان 67 دولار في البرميل.
وسيروا عولوا على الفقاقير هما اللي غادي يعتقوكم. عتقوا تونس بكري. بوبريس راه كانوا موعدين بالاعانات الماليه والدولارات والبترو دولار وما الى ذلك، هو دابا ما قدرش يخلص حتى الموظفين ديالو. وبالتالي على الموريتانيين ان يتداركوا الموقف قبل فوات الاوان. راه نهار حنا غادي نتحركوا ما غاديش نرجعوا لله، باش تكونوا عارفين. نهار غادي نتحركوا في القويره ما غاديش نرجعوا لله، ما غاديش نوقفوا. راه مازال كنحذروكم، مازال كنقول لكم اتقوا الله. راه الا بنينا القويره راه ما كلموا الى الوصول. الا صحاب لكم ان بن بطوش غادي يعتقكم، فهذاك ما قدرش يعتق حتى راسو. حتى هذوك الفتيوتاس ديال المرتزقه اللي عنده في المخيمات ما قدرش يعتق. ما كل واحد كل مره واحد فيهم كينشق، اللي كيهرب، اللي كيقتل صحابه باش يعني ياخذ السلطه. كل واحد شنو كيدير تماك في ذاك المخيمات ديال الدولار. فبالتالي هاد التحركات اللي كدير موريتانيا مؤخرا من صناع القرار، انا ما كندويش على الشعب، كنتكلم على صناع القرار، لانه الشعب الا جينا نشوفوا راه هذه اراضي تاريخيه للمغرب. هادو كيتسموا مغاربه في الاصل، هادو كيتخصهم يتسموا مغاربه، لكن جاء الاستعمار وقسم داك الشيء وخلق لنا دول من العدم، دول لم تكن اصلا. ظهرت لنا هاد الانظمه وهاد صناع القرار اللي تابعين فقط المصالح ديالهم، ما كيشوفوش المصلحه العامه. ما غاديش يشوفوا المصلحه والتكامل الاقتصادي اللي كاين مثلا ما بين المغرب وموريتانيا ويخدموا عليه ويطوروه، ماشي يستقبلوا مرتزقات البوليزار. اشنو غادي تستافدوا من مرتزقات البوليزار؟ الله اعلم. واش صحاب لكم مثلا داك الفتيوتات اللي كيعطيوكم النظام الجزائري من دولارات ومن كذا راه غادي تدوم؟ هذيك ماشي استراتيجيه اقتصاديه. استراتيجيه اقتصاديه هو انك تخدم على تكامل اقتصادي في المنطقه، وهو انك تشوف الا ما شفتيش المصلحه ديالك الاقتصاديه مع المغرب فانت اعمى، واذا كنت كتشوف ان عندك شي مصلحه مع النظام الجزائري فانت واهم، واذا كنت كتظن على ان المستقبل ديالك غادي يكون مع النظام الجزائري فانت ساذج. كيف ما قال المسؤول ديال بعثه المنوصليه، قال انه يعني من السذاجه التفكير بانه غادي تكون هناك شي دوله اخرى في المنطقه. اذا المتابعين الكرام باش نوضعوا النقاط على الحروف، مخطط القويره راه كاين بالتاكيد المطلق، ونهار المغرب غادي يبدا يطبق هذه الخطه هذه راه ما غاديش يعقل على حتى شي حد، لانه سنوات وسنوات وسنوات وحنا متقين الله في الموريتانيين ما باغينش ليهم الخسران وما باغيش ليهم الجوع وما باغيش الاقتصاد ديالهم هذاك الاقتصاد اللي كترزقوا به يضيع. لكن الا كانوا مصرين انهم يمشوا في هذا الطريق فما يلوموا الا الرسوم. ونحن حينما نطبق هذا المخطط لن نعود الى الوراء باي شكل من الاشكال. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.